the eyes of the world now look into space, to the moon, and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. We have vowed that we shall not see space filled with weapons of mass destruction, but with instruments of knowledge. كانت هذه الكلمات الحماسية من خطاب كينيدي في 25 من مايو عام 1961 كافية لتبني الحلم الأمريكي الكبير لغزو الفضاء. وفي ظل حرب باردة تلقت أمريكا في 4 من أكتوبر من العام 1957 الصفعة الأولى، إذ أطلق السوفييت أول قمر صناعي في العالم وهو سبوتنيك 1، تلاه سبوتنيك 2 من نوفمبر من العام نفسه، وعلى متنه الكلبة لايكا، وكانت أول رحلة إلى القمر على متنها كائن حي. عندما انتهت الحرب النازية وانهزم الألمان انتحر هتلر، فر الجنود من الميدان وبقي كنز ثمين لم تمسسه يد، أكثر من 15 طنا من الأبحاث والنظريات و100 صاروخ من نوع D2، وأكثر من 500 عالم فيزياء اختاروا المعسكر الأمريكي خوفا من بطش السوفيت. كان على رأسهم الشاب فيرنون فون براون الذي لعب دورا كبيرا في حلم كينيدي وحلم الشعب الأمريكي لغزو الفضاء. فمنذ أن وصل براون إلى أمريكا بدأ العمل على ما عرف بمشروع أبولو، وهنا تكمن بداية القصة. في 12 أبريل عام 1961 صدم البيت الأبيض صدمة جديدة عندما استطاع رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين أن يكمل دورة حول الأرض قبل أن يهبط مرة أخرى كبطل سوفيتي. وكان على فون براون أن يرد على رحلة غاغارين، وهنا بدأ تصميم ساترن 5. تم التعاقد مع شركة بوينغ نورث أمريكا، شركة طائرات دوغلاس، وشركة IBM للكمبيوتر. وقررت أمريكا أن تطلق ساترن 5 دون تجربته بعد عدة تجارب باءت بالفشل. في 16 من يوليو عام 1969 انطلق ساترن 5 في رحلة أبولو 11، وكان على متنها القائد نيل أرمسترونغ، طيار وحدة القيادة مايكل كولينز، وطيار الوحدة القمرية إدوين ألدرين باز. وفي 20 يوليو عام 1969 شاهد ما يقدر بنحو 650 مليون شخص صورة أرمسترونغ وسمعوا صوته وهو يصف أولى خطواته على سطح القمر قائلا: خطوة صغيرة لرجل وقفزة عملاقة للبشرية. هذا ما أذيع، ولكن ترى هل هي تلك الحقيقة؟ أم أن حلم كينيدي تحقق في داخل استوديوهات هوليوود فقط؟ كل ما يحتاج له الساحر لتنفيذ خدعته هو أن يشتت انتباهك عن الحقيقة. وكان أمام أمريكا عقبتان: العدو المتربص به السوفيت وبعض العاملين في المشروع. وهنا بدأت سلسلة من الاغتيالات الغريبة.
كان أولها اغتيال توماس بارون كبير المفتشين والمسؤول عن سلامة مشروع أبولو، الذي قدم تصريحا في 4 أبريل في العام 1967 أفاد باستحالة تنفيذ هذا المشروع واستحالة الصعود إلى القمر. ثم احترق 3 من رواد الفضاء على متن مركبة أبولو 1. كان على رأسهم رائد الفضاء فيرجل جيرسون، لأنهم أرادوا التحدث علنا عن فشل الموضوع. وحتى هذا اليوم لا زالت أرملة فيرجل وعائلته يتهمون الحكومة والجيش الأمريكي باغتياله. وفي نفس الفترة لقي 10 رواد فضائيين مصرعهم في ظروف غامضة، ويرجح أنهم لقوا مصير بارون وفيرجل لنفس السبب. العالم الروسي ألكسندر بوبوف دكتور في عالم الفيزياء والرياضيات وباحث متخصص في مشاريع الفضاء، قام بقياس سرعة الصاروخ ساترن V، وحينها اكتشف أنه من المستحيل أن يعبر هذا الصاروخ مدار الأرض، فسرعة ساترن V تبلغ 1 كيلومتر في الثانية، في حين أن سرعة الصاروخ العادي للخروج من مدار الأرض 2.5 كيلومتر في الثانية، مما يعني استحالة وصول ساترن V إلى القمر. كما أنه اكتشف أن الإشارات التي كان يرسلها الصاروخ توقفت فجأة عند نقطة معينة، وهذا يعني أن الصاروخ إما أن يكون قد احترق أو أنه سقط في الماء. وبتحديد موقع الإشارات الأخيرة، اكتشفت السفن السوفيتية أن الإشارات كانت قادمة من منطقة جزر الآزور، وهو ما يعني أن الصاروخ قد سقط في الماء. كانت الحرب الباردة لا تزال مستمرة بين الطرفين، وكل منهما يبحث عن ورقته الرابحة لفرض شروط الهدنة على الطرف الآخر. حصلت السفن الروسية على كبسولة ساترن V التي كان من المفترض أن يكون على متنها قائد المركبة، ولكنها كانت فارغة ومزودة بمنظومة هبوط مظلي. تكتم السوفيت على هذا السر الخطير وتابع مسرحية أمريكا الهزلية، وبحصول السوفيت على الكبسولة المزيفة أصبح على أمريكا أن تقبل بشروط السوفيت أو تواجه فضيحتها على الملأ. وحينها تفاجأ العالم من الحب المبالغ فيه الذي ظهر طاغيا من جانب الأمريكان. ولإكمال المسرحية بادل السوفيت أمريكا الحب ذاته، ولكن لا أحد فهم السر وراء هذا التغير المفاجئ في العلاقة، والذي كان سببه كبسولة فارغة تم تسليمها سرا في وسط المحيط. اشترى الأمريكيون صمت الروس بمليارات من الدولارات. مصنع سيارات كاماز سمحوا لهم بتصدير الغاز إلى أوروبا الغربية، تصدير كميات كبيرة من الحبوب لروسيا، وافتتاح مصنع بيبسيكو. وحسب بوبوف حصل الاتحاد السوفيتي على فوائد اقتصادية ودعائية، وفي المقابل حصلت أمريكا على صمت السوفيت عن تلك الفضيحة. وهكذا استطاعت الرأسمالية أن تخمد غضب الشيوعية ولو لحين.
في عام 1976 صدر كتاب نحن لم نكن أبداً على سطح القمر للكاتبان الأمريكيان بيل كيسينغ وراندي ريد، والذي أكد فيها الكاتبان على أن أمريكا لم تصعد أبداً إلى القمر بالدلائل والصور. ومؤخرا تم الإثبات بما لا يدع مجالا للشك بأن الهبوط الأمريكي على سطح القمر ما هو إلا خدعة لكسب حرب معنوية للفوز بثقة جميع بلدان العالم. ولكن دعونا نستعرض بعضا من آراء الشخصيات الأمريكية البارزة عن خدعة الصعود إلى القمر. يقول ديفيد جليرنتر مستشار الرئيس دونالد ترامب في الشؤون العلمية والتقنية إن هبوط أبولو على سطح القمر ما هو إلا تحريف لتاريخ البشرية، يشكل خدعة أكبر من خدعة الاحتباس الحراري. وإذا كان علماء ناسا قد أعلنوا أنهم حتى اليوم لا يعرفون كيف يحمون المركبات الفضائية من الإشعاعات في حزام ألين، فكيف يمكن أن نصدق بأن رواد الفضاء اخترقوه بألبسة واقية مصنوعة من رقائق الألمنيوم؟ وكل هذا يحدث وقت ذروة النشاط الشمسي. الإجابة بسيطة، وهو أن ذلك لم يحدث من الأساس. عندما سئل ريموند تيغ المدير الفني في منظومة الملاحة لمركبة أبولو 13 عن الصعود إلى القمر أجاب: نعم، أعتقد أننا صعدنا، ولكنني لن أستطيع أن أكون واثقا بشكل مطلق بسبب ما رأيته عندما عملت في مشروع أبولو. والآن وبعدما عرضت أمامك المسألة كاملة عزيزي المستمع، وبعد كل ما سمعت من الجانبين الأمريكي والسوفيتي، هل تعتقد حقا أن أمريكا صعدت إلى القمر، أم أنها كانت مجرد خدعة تم تصويرها في استديوهات هوليوود؟